خطف الحارس المغربي ياسين بونو الأضواء خلال المواجهة المثيرة التي جمعت نادي الهلال السعودي بنظيره مانشستر سيتي الإنجليزي برسم منافسات كأس العالم للأندية، بعدما بصم على تصد إعجازي حظي بإشادة واسعة من وسائل إعلام عالمية. ورغم استقبال الهلال لهدف مبكر، إلا أن بونو تألق بشكل لافت، حيث تصدى لعدة فرص خطيرة كانت ستمنح الأفضلية للفريق الإنجليزي، أبرزها تصديه لمحاولة البرازيلي سافينيو، الذي وجد نفسه وجها لوجه مع المرمى، قبل أن يحبط الحارس المغربي المحاولة بتمدد جسدي ومرونة عالية وصفتها تقارير إعلامية إنقاذ الموسم. وتداولت العديد من الصفحات والحسابات الرياضية العالمية لقطة تصدي بونو بشكل واسع، معتبرة إياها واحدة من أبرز اللقطات في البطولة، فيما أثنت منابر إعلامية أوروبية على الأداء الذي قدمه الحارس المغربي، مؤكدة أنه كان أحد أبرز مفاتيح تأهل الهلال إلى الدور ربع النهائي بعد انتصاره على السيتي بنتيجة 4-3. ويواصل بونو تعزيز مكانته كواحد من أفضل الحراس في العالم، حيث باتت تدخلاته الحاسمة في المباريات الكبرى حديث الإعلام والجماهير، في وقت يواصل فيه الهلال حلمه بمواصلة المشوار في مونديال الأندية المقام حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية.